يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. کانی دبستانا والله کانی شیخم باب مراد کانی معشوق خزنوی کانی معشوق خزنوی کادنگ خورتو میروژن کانی معشوق خزنوی کانی معشوق خزنوی خزنوی کانم شبن کانی بری جیرو لوان کانی شفال کانی هبن کانی معشوق خزنوی کانی معشوق خزنوی کانی فرهاد کانی جوان کاگی ورا کانی سیوان کانی معشوق خزنوی کانی معشوق خزنوی کانی معشوق خزنوی کانی معشوق خزنوی دای بوی دنگ زلال آب بشین کاشو نوان سلیل لیلن وق غزب بادن بچش دلو کذب بطب بزانن راست و چپ ابرو جرو جا خزنوی ابرو جرو جا خزنوی العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا حديثنا مستمر حول المفطرات
مفطرات الصيام. وأظن أننا اليوم بعد أن مهدنا البارحة وبينا حقيقة ما نقصده بلفظ المفطرات، لا يخطر ببال أحد أننا نتحدث عن مفطرات الصيام في شهر رمضان، إنما نتحدث عن المفطرات بمعنى المذهبات للثواب، المعنى الذي قصده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر كله. طبعا أنتم جميعا تعلمون أن الذي أفطر يوما من رمضان يستطيع أن يصوم يوما آخر. متى ما تاب الإنسان وعاد إلى الله نقول له: صم عن كل يوم فاتك يوما. هذا يعني أنه ثمة فرقا بين المفطر بمعنى المفسد للصوم وبين المفطر بمعنى المذهب للثواب. المفطر بمعنى المفسد للصوم هو أمر صغير، هو أمر بسيط، وإذا أردت أن تجبره بإمكانك أن تجبر هذا اليوم الذي أفسدته بصيام يوم. إنما الشيء الخطر والذي أذهب بحقيقة الدين من بين تصرفاتنا هو المفطرات بمعنى المذهبات للثواب. وبدأنا نحن بالمفطرات اللسانية، أي المذهبات للثواب عن طريق اللسان. وابتدأنا أولا بالحديث عما لا يعنيك، فإذا تجاوزت هذه المرحلة ستدخل في الحديث الفضولي، وإذا تجاوزت هذه المرحلة ستخوض في الباطل، وإذا تجاوزت هذه المرحلة ستصطدم بآخرين وتضطر أن تجادلهم وأن تماريهم بغير علم ولا معرفة. فإذا حصل الجدل ووصلت إلى هذه المرحلة من إطلاق عنان اللسان ستدخل في المرض الخامس أو المفطر الخامس، وهو الخصومة. موضوع درسنا اليوم الخصومة، أحد آفات اللسان التي ذمها الله سبحانه وتعالى ورسوله ونهيا المسلمين عن الدخول في مثل هذا الباب. والخصومة تعني مزيدا من القول ومزيدا من الحركة اللسانية واللجاج من أجل تحقيق مطلب. أنا أحاججك وأجادلك وأشغل لساني بك وأحاول أن ألقي عليك المزيد من الكلمات التي أعتبرها بالنسبة إلي قذائف أرميها على الهدف، والقصد هو جلب مال أو جلب نفع بالمعنى العام، سواء كان هذا النفع ماديا أو كان هذا النفع معنويا. وهذا الخصام بشكله العام وقبل أن نفصله نستطيع أن نقول إنه عمل مذموم بغض النظر عن البيان والتفصيل. مجرد الخصام ومجرد تبادل الحديث على سبيل الخصومة هو عمل مذموم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، العدو الذي يخاصم، الرجل الذي زاد في الخصومة، لأن الخصم صيغة مبالغة ومن باب فعل، وربما الكثير منكم يعلمون صيغ المبالغة فعال إلى آخره، ومن جملته فعل كملك. الخصم أي الكثير الخصومة. لم يقل المخاصم، لأن المخاصم قد يكون مدافعا عن الحق،
لذلك قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من هذين الحديثين نستطيع أن نفهم ما المذموم من الخصومة أو ما المذموم من المخاصمة وما الذي لا يذم. الذي يذم أولا الكثير، الخصومة الكثيرة أي المتجاوزة حدود الاعتدال إلى درجة أن الرجل يفهم بالخصومة. وأنتم تعلمون في الحي، في البيت، حتى في البيت من بين أفراد العائلة الخمسة الستة العشرة تجد أن أحد الأطفال أحد الأولاد خصم، أي أنه كثير الخصومة لإخوانه. من بين أبناء الحي تجد رجلا معروفا بأنه كثير الخصومة لأبناء الحي على أي مسألة. ربما أطفال يتصايحان أو يتقاتلان أو يتراميان بنوع صغير من الحجر، تجد أن هذا الرجل قد قامت قيامته. وهكذا ربما في البلدة، وربما في المجتمع الكبير وفي الأمة، وربما سنجد على مستوى أعلى في القيادات. وقد يشتهر رجل من رجال التاريخ المعاصرين أو الذين مضوا يشتهرون بأنهم خصمون، أي شديد الخصومة، يا ويل اللي يعلق معهم كما يقولون. هذا الباب المذموم. الباب الآخر الذي يذم يدل عليه الحديث الثاني من جادل في خصومة بغير علم. الباب الثاني إذا كان في البيت طفل خصم، وفي الحي رجل خصم، وفي البلدة عائلة خصمة، في السوق تاجر خصم، فالنوعية الثانية أكثر، المخاصمون بغير علم، الذي يخاصمك ويبادلك الكلام ويحاججك ويرمي بك كثيرا من الألفاظ الثقيلة أو الخفيفة وهو لا يعلم لما، بغير علم أصلا. وأنتم تعلمون كثير من الجهلة وكثير من العوام في كثير من حالاتهم يخاصمون، وأشد الخصومة حين تتعلق بالقضية بالدين. نحن نجد أن في مدينة من المدن الإسلامية أو في قرية من قراهم أو في بلدة في بلد من بلاد المسلمين تجد هناك طوائف، طائفة وطائفة، يتصايحان، يتخاصمان، يتجادلان، وغالبا ما تكون حول قضية تافهة لا تتعلق بمصلحة المسلمين ولا بقضية تشريعية عامة ولا بخط عريض من خطوط الدين، إنما القضية تتعلق في غالب الأحوال بالمصالح التي يتنافس عليها زعماء هاتين الطائفتين أو الجماعتين. أما العوام فهم لا يعلمون شيئا عن هذه القضية، كل الذي يعلم أن الطرف الآخر هدم الدين وعليه أن يخاصم، والطرف الآخر أيضا بالمقابل. هذا يدخل أيضا من باب من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من هذين النوعين من الخصومات فهمت أن المظلوم الذي يخاصم الظالم من أجل تحقيق حقه ومن أجل الدفاع عن قضيته العادلة هذا لا يسمى خصما ولا يسمى مخاصما بغير علم، هو لا يتجاوز الحدود حتى يسمى خصم، وهو يعلم لما يخاصم، إذا لا يمكننا أن نذمه. نعم سنقول له إن الإسلام وإن الله ورسوله وإن أباحا للمسلم أن يدافع عن حقه وأن يطالب بماله أو جاهه أو أي شيء يتعلق به، وإن أعطاه الإسلام حق الدفاع عن نفسه والرد على الأعداء بالمثل، ومن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،
مع كل هذا الأولى للمظلوم أيضا ترك المخاصمة. إذا نحن حين نتحدث عن إنسان خصم فنقول إنه يرتكب كبيرة، إنه يفطر، إنه يذهب ثوابا. وحين نتحدث عن أناس جهل يخاصمون بغير علم نقول إنهم يفطرون، إنهم يدخلون في كبيرة، يذهبون ثوابهم، يحبطون عملهم. أما حين نتحدث عن المظلوم الذي يخاصم فنقول إنه يفعل ما أباحه له الشرع، غير أننا نرغبه في الطرف الآخر ونقول له وأن تعفوا وتصفحوا له خير للشاكرين. ونقول له أيضا أنت أيها المسلم إذا أخذت حقك فربما تجاوزت حقوقك في الطلب. أنا أطالبك ب10 ليرات صحيح، وحين أخاصمك وحين أطالبك وحين أحاججك فسأحقق هدفي وسأخذ منك 10 ليرات، لكن اللسان لا تستطيع أن تضبطه، ونخشى أثناء مطالبتك أن تتجاوز الحدود في مطالبتك وأن تهين صاحبك وأن تعتدي عليه بلسانك فتنقلب إلى ظالم بعد أن كنت مظلوما. لذلك سنقول لك حاول أن تضبط أعصابك، حاول أن لا تسمع للآخرين الذين إذا سمعوا أنك سامحت فلانا ب10 ليراتك يقولون عنك إنك امرؤ جبان. حاول أن لا تسمع منهم، بل حاول أن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا أردت أن تكون رجلا شهما قويا شجاعا شديدا بين جماعتك وأهل قريتك لا تظن أن المقاييس هي السرعة، هي قدرتك على مصارعة الآخرين ومقاومتهم ومباطحتهم وأخذ الحقوق منهم والاعتداء عليهم بمثل ما اعتدى عليك. لا، النار لا يطفأ بالنار. إذا أردت أن تكون رجلا في عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عرف مجتمعك المريض، فاعلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وإذا أرادت نفسك أن لا تكتفي بهذا المقدار حاول أن تضرب على سندان قلبك بمطرقة قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن الذين يباهي الله بهم ملائكته فاستمع إلى الله من هم الذين إذا خاطبهم الجاهلون لا يتجاهلون لهم، لأنك لو خاطبت الجاهل لنزلت أنت إلى مستواه. ولما سماه جاهلا؟ لأن كل إنسان يخاطبك بالسب والشتم واللعن وغير ذلك من الألفاظ البذيئة هو جاهل، ولولا أنه جاهل لما ارتكب. لا تقل إنه ليس جاهلا، إنه عاقل، إنه عالم، إنه واعي. لا، حتى لو كان عالما وواعيا وعاقلا ومثقفا ما دام يخاطبك بألفاظ قذرة فهو جاهل في عرف الله وبحكم الله عز وجل. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله أيضا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه قضية لا تتحمل النقاش، بديهية. لو قلت في أي مجتمع لا يستوي الخير والشر، لا يستوي الضر والنفع، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لما وجدت اعتراضا من قبل أحد. نعم لا يستويان، لكن الله سبحانه وتعالى يسوق البديهية لينقلك إلى النتيجة، لا يسوق البديهية لأجلها. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، فإذا قلت نعم حينئذ سأطالبك أن لا تفعل السيئة كما فعل الآخر. الآخر فعل السيئة
وإذا أردت أن تفعل حسنة ربما قال لك الناس أخي لما لم تفعل السيئة؟ أنت تفعل السيئة تظن أنها ستظهر وستبدو وستسجل لك، لا، الحسنات ضائعة. نقول بالأمثلة الشعبية وهو اللفظ مقذر لا أريد أن أذكره في المسجد، من فعل بالآخر كذا بقي له. فلما تقابل سيئته بحسنة؟ أتظن أن حسنتك ستبقى لك؟ لا، كل شيء مستو في عرف المجتمع. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، صحيح هذا في عرف الغابات، أما في عرف المجتمعات، في عرف الرجال، في عرف الناس الذين يحتكمون إلى شريعة الله، إذا كان الناس ذئابا فكن أنت ضأنا ساكنا لينا ستغلبهم بليونتك وسماحتك وحلمك، بل ستجعلهم يموتون في غيظهم يوم يتحرشون بك ولا يجدون منك حراكا. لذلك كثير من اللئام تجدونهم حين يقابلون رجلا ويسبونه ويشتمونه ويفعلون ولا يجدون الرد، يعني يريد أن يطق، ربما ضرب رأسه بالجدار، لأنه ما استطاع أن يصل إلى بغيته، ما استطاع أن ينزلك إلى مستواه. وأنا أعلم أن كثيرا من الرجال فعلوا هذا. ومن قريب ذكر لي أن أحد الزعماء في منطقتنا وهو قد مات رحمه الله أرسلوا إليه رجلا، لا نذكره، لا الرجل الذي ذهب ولا الرجل الذي حرشوه عليه، أرسلوا إليه رجلا في مقهى قربيس، والقصد من هذا الرجل خصم، الرجل الذي أرسلوه خصم، وهو معروف باسم الخصومة في منطقتنا، معروف اسمه، وربما اسمه مشتق من الخصومة والكثير يعلمونه. أرسلوه إلى هذا الرجل الكبير في قومه وعائلته، وقالوا له إن استطعت أن تغضبه وأن تهينه وربما أن تشتمه لك عندنا كذا وكذا، وهذا يبحث من الله عن قيمة باكتته. فذهب إليه وقال له وهو بين جماعته الذين يستحي منهم، قال له أنا أقرضتك منذ 3 أيام 300 ليرة. طبعا والناس جميعا يعلمون أن هذا الرجل لا يقرض، والذي يقال أنه اقترض هو ليس بالمستوى الذي يقترض هذا المبلغ، لكن يريد منه أن يقول لا كذبت، ليقول وأنت أكذب، وتقوم القيامة حينئذ. قال له أنا أقرضتك منذ مدة 300 أو 1000 ليرة سورية، ويكفي منذ كذا أنا صبرت عليك. تأمل في القضية، رأى أن الموضوع ملغوما، قال نعم لا تؤاخذني أنا نسيت، يا فلان ادفع عني لهذا الرجل 1000 ليرة، لقد اقتربت منه منذ 3 أيام 4 أيام 1000 ليرة، وهو ربما الآن بحاجة. فدفع له 1000 ليرة وقبله الرجل من وجنتيه وذهب. فقالوا له الآخرون الذين دفعوه ويلك أرسلناك لتسبه وتشتمه، بل ربما لتهينه في المقهى أمام الآخرين الذين ينافسونه، ربما كان الوقت صعبا وأيام انتخابات وغير ذلك. فقال لهم ويلكم أمثل هذا يشتم؟ الذي يشتري عرضه بمال الدنيا لا يشتم. وهكذا يجب أن تعلم، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. إذا فعلت بك سيئة لا تظن أن الحسنة ضائعة، حتى لو لم يكن هذا الرجل أهلا، المعروف لا يضيع. لذلك يقول الله لك ادفع بالتي هي أحسن، بغض النظر عن الطرف الآخر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا الرجل الذي جاء يشتم بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن القضية لا تتهيأ لكل الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نحن نقول البخيل، وما يلقاها إلا البخيل.
الرجل الذي أعطاه الله حظا في أخلاقه، حظا في صبره، حظا في مكانته، أراد له الخير، أراد له المكانة السامية في مجتمعه، هذا يستطيع أن يهضم، هذا يستطيع أن يريق الماء على النار. إذا وجد في مجتمعه، في عائلته، في بيته، في حيه نارا، لا يقابل النار بالنار، إنما يصبر ليذهب ويأتي ذنوبا أو سجلا أو دلوا من الماء ليهرقه على هذا النار. إذن المهلكة الخامسة، والتي الكثير منا يفطرون عليها، ونقصد بالإفطار أنهم يذهبون ثوابهم سواء كانوا صائمين أو في غير شهر الصيام، يذهبون ثوابهم بها، هذه الخصومة التي أكلت قلوبنا. ولذلك مجد الله الذين يستطيعون أن يقفوا مثل هذه المواقف، يوم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. هؤلاء في غير حادثة أو في غير قضية نتحدث عنهم، إنما الذي يهمنا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذه الآية قضية مع سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، الذي هو أحد أبناء آل البيت الذين قال الله فيهم: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهرهم من هذه المفطرات، من هذه المذهبات للثواب، ولذلك ما كانوا يستطيعوا أن يخاصموا، طبيعتهم ما كانت تتحمل الخصومة. هذا الرجل كان واقفا بين ضيوفه، وكانت له جارية جلبت طعاما يغلي، وكان هذا الطعام سائلا، ربما كان سمنا فيه لحم أو مرقة أو سريد أو غير ذلك. والروايات كثيرة في الخسائر التي حصلت من إراقة هذه الجارية للطبخة، لكن على كل حال لنكتفي بأقل الخسائر. أقل الخسائر أن طعام الضيوف أريق، وأن أرضية البيت اتسخت، وأن أهل البيت ارتبكوا، وأن ذين العابدين اتسخت ثيابه. لا نقول كما تقول بعض الروايات: كان عنده طفل فاحترق الطفل ومات وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر من الخسائر. حينئذ نظر زين العابدين إلى الجارية نظرة تحذير ونظرة ملامة، لكنها ظنت نظرا لفعلتها القذرة وفعلتها القبيحة، ظنت أن زين العابدين ربما يكون رجلا كالرجال العاديين وسيغضب، فبادرته بقولها: والكاظمين الغيظ. ذكرته بالآية: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي، أنا لا أخرج شيئا أبدا، كظمت غيظي. وهل ستبقى حافظا علي؟ والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. لا يكفي، نريد إحسانا، والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هؤلاء هم آل البيت الذين بهم دائما نرفع رؤوسنا، الذين ترجموا مبادئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقائق وإلى سلوك. فهل انقرضوا؟ أين آل البيت الذين يجسدون هذه المعاني؟ على العكس، اشتهر بين الناس أن السيد زعول اللي من آل البيت شديد الغضب، بينما آل البيت كانوا قد تربوا في أحضان الرسالة وتعلموا من قيم الرسالة ومبادئها،
بحيث إذا سفه الناس عليهم استقبلوا هذه السفاهة بلين الجانب وقالوا بكل بساطة كظمنا غيظنا وعفونا عنك وأعتقناك لوجه الله. أما اليوم فقد ابتعدنا عن هذه المبادئ وابتعدنا عن هذه القيم، ولم يبق لدينا إلا العلاقة النسبية التي نظل نفتخر بها على الناس. ولذلك هذا الافتخار وهذه المكانة التي أعطيناها كرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامة لعين تكرم ألف عين، لأجل هذا نرى لنا فضلا على الناس. ولذلك بأدنى غلطة يتنرفز هذا الرجل ويغضب ويقوم الدنيا ويقعد، وربما نده جده لينتقم من هذا الرجل من أجل أمر تافه. وفي بعض الحالات إذا لم ينتقم الجد ربما أخذ عود كبريت ليحرق دار الرجل حتى يساعد جده. وهذه القصة معروفة في مجتمعنا. لما رأى طبعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له حين يدعو دعاء قاسيا، هذا الرجل ربما أخطأ في حقه، شتمه سبه، يريد من الله أن يحرق هذا الدار بمن فيه، فالله ما استجاب له. فيوم انتظر ساعة ساعتان ثلاثة والله ما استجاب، أخذ عود كبريت وأوقد النيران بعواميد البيت، فجاءه الجار وقال له ما ستفعل؟ قال في بعض الأحيان يساعد الرجل جده جيد. نسي كظم الغيظ ونسي العفو ونسي الإحسان ونسي أن زين العابدين هو جده، وعليه أن يكون ممثلا لمبادئ هذا الجد بين الناس. طبعا نحن نقول هذا الكلام من أجل أن نشرح مرضا في مجتمعنا، لا أن نطعن في بعض الأشخاص، وإلا فكل آل البيت إذا لم أقل على رؤوسنا لم يقبل أحد فعلى رأسي وحدي. المرض الثاني الذي أذهب ثوابنا بذاءة اللسان. إنه مفطر محبط للعمل كبير، والكثير منا مبتلى ببذاءة اللسان. ربما يخجل الإنسان أن يقول في المسجد الكثير منا، لكن هذه حقيقة. كثير من الناس يأتون المساجد ويرتادون مواضع العبادة ويعتكفون، غير أنهم إذا غضبوا فاجأوا الغير بكلام فاحش، بل ربما يفاجئ زوجته وأولاده وأمه وأباه وجيرانه بكلام يعني يندى له جبين الحياة. فبذاءة اللسان أحد الأمراض الخطيرة التي أذهبت ثوابنا وتجعلنا مفطرين على الطريقة الجديدة التي اصطلحنا لفظ الإفطار عليها. طبعا أنا أقول جديدة لأنها جديدة عليكم، لكنها ليست جديدة، هذا الاصطلاح ليس جديدا على مبادئ الإسلام. أن أقول إن المنكرات والمعاصي مفطرات ليس جديدا على مبادئ الإسلام، وهناك عشرات الأحاديث التي وردت أن الغيبة مفطرة، وأن النميمة مفطرة، وأن السب واللعن مفطر، وأن الرفث والفسوق مبطل للحاج وغير ذلك. كل هذا أنتم تعلمونه. ويؤكد هذا ما يرويه لنا ابن سيرين، يقول كان رجل من الأنصار من أهل المدينة يتردد على مجلس للأنصار يقول لهم توضؤوا، الناس متوضئون، توضؤوا من بيوتهم وجاءوا ينتظرون الجماعة، وبقي للجماعة ربع ساعة وأذن المؤذن وصلينا السنن ونحن ننتظر الجماعة، غير أننا بدأنا نخوض في حديث. فيأتي هذا الرجل ويقول لنا توضؤوا، لقد نقضتم أفسدتم وضوءكم، توضؤوا فإنكم تتحدثون بأحاديث أشد من خروج أشياء من قبلكم ودبركم، ما تخرجونه أنتم من أفواهكم أشد عند الله مما تخرجونه من قبلكم ودبركم. لو أنه خرج من إنسان هواء هل غضب الرب؟ لو أنك في المسجد وبلت هل غضب الله وهل يغضب رسول الله؟ بالعكس، لما جاء الأعرابي وبال في المسجد وغضبت الصحابة
كره ذلك رسول الله منهم وقال لهم صبوا عليه ذنوبا من ماء. ما الذي حصل؟ أتظنون أن الذي حصل هو أنها بقعة تنجست؟ صبوا عليها شيئا من الماء وانتهت القضية. ما تخرجونه أنتم من قبلكم ودبركم وتظنونه أنه ناقضا للوضوء هذا شيء هين. أما الكبير الذي يغضب الرب هو ما تخرجونه أنتم من أفواهكم من سب فلان وشتم فلان وغيبة فلان ولعن فلان والنميمة بين فلان وفلان. كل هذا هو الذي ينقض الوضوء. فعلى هذه الطريقة نستطيع أن نقول إن ثمة نواقض للوضوء كثيرة وكثيرة، أي مذهبات للثواب. ونحن لازلنا ضمن هذا الباب وضمن هذا المصطلح نقول إن المفطرات كثيرة، ونحن في باب بذاءة اللسان والفحش من الكلام. يقول في ذلك رسول الله: إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. خرج من عباءة مشايخ السلطان، عشقته العقول قبل القلوب. معشوق الخزنوي، الشيخ الذي أرعب النظام فقتلوه. في الأول من حزيران عام 2005 أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عثورها على جثة الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي في قبر قرب مدينة دير الزور بعد 3 أسابيع من اختفائه، وهو ما وصفه محبوه بالمسرحية المفضوحة. من هو معشوق الخزنوي ولماذا قتل؟ محمد معشوق هو الابن الثالث للشيخ عز الدين الخزنوي، ولد في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1958. نافعة. فأنا أنهيت دراساتي في ضمن المراحل الإعدادية والثانوية في سوريا، والمرحلة الجامعية أنهيتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 84 ميلادية. ثم بعد ذلك أنا انشغلت في مجال الدعوة والتدريس والتعليم، وكنت أنا طبعا متزوج مبكر يعني، وأنا رب أسرة، وأبنائي ربما يصغرون عني ربما بفارق سن قليل جدا. أكمل الشيخ معشوق دراساته العليا في الشريعة الإسلامية، ونال درجة الدكتوراه عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. لأنني شعرت من خلال على الأقل تجربتي في منطقتي، سواء كانت يعني في سوريا أو كعمقي الكردستاني، شعرت أن المؤسسة الدينية دائما تحاول أن ترسخ مفهوم التقليد ومفهوم تبعية الناس للمرجعية الدينية، وبالتالي المرجعية الدينية تتصرف وفق مصالحها غالبا. أقلق معشوق بفكره هذا المؤسسة الدينية في سوريا، والتي كان النظام قد أحكم قبضته عليها، وأصبحت جزءا من أدوات سيطرة النظام على الشعب السوري من خلال ترسيخ عقلية التبعية لمشايخ السلطان. النقطة الفاصلة في حياة الشيخ كانت الانتفاضة الكردية عام 2004، حيث اعتبر أن الموعد حان ليصعد من خطابه وينتقل إلى الخطاب الثوري المباشر العلني للشعب الكردي بضرورة الثورة على النظام. وكانت أبرز خطبه وأكثرها تحديا للنظام في 8 نيسان 2005 يوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل فرهاد محمد، أحد ضحايا الانتفاضة الكردية الذي قتلته أجهزة النظام الأمنية تحت التعذيب. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. في 4 أيار ألقى الشيخ خطبته الأخيرة، والتي طالب فيها النظام بعدم حرمان الأكراد من حقهم في الجنسية السورية، جنسية بلادهم، والسماح لأطفالهم بالدراسة بلغتهم الأم اللغة الكردية. بعد الخطبة الأخيرة ب6 أيام اختطف الشيخ الخزنوي من قبل مجهولين في مقر إقامته في دمشق ضمن مركز الدراسات الإسلامية عند ساحة الميسات بجانب وزارة الأوقاف، والذي كان فيه الخزنوي حاضرا ونائبا لرئيس المركز. بعد اختفاء الشيخ خرجت مظاهرات في مدينتي القامشلي ودمشق، واتهم المتظاهرون أجهزة النظام الأمنية باختطافه وطالبوا بالإفراج عنه، كما أدانت منظمات حقوقية عالمية وأحزاب سياسية كردية وعربية الاختفاء القسري للشيخ وطالبت بالإفراج الفوري عنه. لم يعترف النظام بمسؤوليته عن الخطف،
واعتقل عددا من المتظاهرين وطارد أنصار معشوق في 30 من أيار من دوار المحافظة في دمشق إلى ساحة باب توما، حيث فرق المظاهرة بالقوة. في الأول من حزيران 2005 يعلن مصدر مسؤول في وزارة داخلية النظام أن قوى الأمن ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من مدينة دمشق بعد تخديره، ونقلوه إلى حلب ثم قتلوه ودفنوا جثته في مدينة دير الزور. لم تقنع الرواية الرسمية الحاضنة الشعبية للشيخ، خاصة أن أحد الضباط قدم نفسه على أنه ضابط في القصر الجمهوري يوم مظاهرة دمشق، وتحدث إلى الشيخين مراد ومرشد نجلي الشيخ معشوق وقال إن الشيخ بخير وسوف تسمعون أخبارا طيبة عنه، اذهبوا إلى بيوتكم ولا تتجمعوا. لتأتي شهادة أحد الأطباء أنه شاهد الشيخ معشوق في مشفى تشرين العسكري، وقد أدخل المشفى بإضبارة معتقل وهو في حالة صحية جسدية سيئة نتيجة تعرضه للتعذيب، وغادر المشفى رغم حالته السيئة وهو على قيد الحياة. لم يكتف النظام باختطاف معشوق وتصفيته، بل أراد أن يخلق فتنة عرقية ومناطقية في دير الزور والقامشلي بعد عام من الانتفاضة الكردية التي استعمل فيها النظام بعض العشائر في دير الزور لقمع الانتفاضة. استدعى الأمن الجنائي في دير الزور مراد ومرشد نجلي الشيخ في 31 من أيار ليتم نقلهما صباح اليوم التالي إلى دير الزور، حيث وجدا جثمان والدهما بقرب أحد القبور، وتم إبلاغهما أن الجثمان كان داخل القبر دون أن يكون متسخا أو عليه علامات تشير إلى أنه كان داخل القبر، على عكس الرواية الرسمية للنظام. خرجت مدينة القامشلي لاستقبال جثمان الشيخ معشوق بمئات الألوف من أبنائها الغاضبين لاغتياله لتكون أكثر تظاهرة في تاريخ المدينة، وتم دفن الجثمان في مقبرة قدور بيك، والتي سيطر عليها بعد سنوات تنظيم داعش الذي دمر قبر الشيخ وباقي قبور الخزنوية. لم تتوقف مسرحية النظام عند تصريح وزارة الداخلية، بل عرض على تلفزيونه الرسمي ما أسماه اعترافات المجموعة التي خطفت الشيخ وقتلت، وتم استدعاء نجليه إلى دمشق وطلب منهما الادعاء ضد أفراد المجموعة، لكن نجله الشيخ مرشد طالب برفع القضية ضد ماهر الأسد وقال إنه يمتلك أدلة تدينه، وهو ما رفضه قاضي التحقيق، وأبلغه أنه يستطيع الادعاء ضد الثلاثة الذين ظهروا على التلفزيون فقط، وهو ما رفضه نجل الشيخ. بعد عامين على اغتياله نظمت مجموعة من الأحزاب الكردية مظاهرة في القامشلي إحياء لذكراه السنوية، وفضتها القوات الأمنية بالعنف واعتقلت العشرات من المتظاهرين بينهم 10 أطفال. غير الشيخ معشوق الخزنوي قواعد اللعبة التي كان يمارسها النظام بجعل المؤسسة الدينية أحد أذرعه التي يعتمد عليها في السيطرة على الشعب، فجمع معشوق بخطابه الثوري الملهم قلوب الناس وعقولهم حوله، فشكل أحد أكبر الأخطار التي يخشى منها النظام، ودفع حياته ثمنا للرسالة التي طالما آمن بها، وهي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. آزادی وسرخبون واجبي ملتي رأي بهنا خبرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد. خوازم ده خبر آبیشن کرمانجی خویش کشتی أظن كلمة جواب كرمانجي مش كشتی و نیزی بیدنه و بهتر جوی عربیه می خوش
واگر شکستنت کرمانجیا مدهبه نسوچی ملا اگر مدرسه مهبانا معلمات بازمان ماي چاندا ما کلترا ما مطلقه وی کرمانجیا مدهبه باشتر بانا ولكن روكيكو مدرسة وشيربن متى مسجلين أزيل برمانجيا خوزي بك إيرو دي موقف مرة برباس بونا أتخواز مشورة بيش يكشي الخوزية دلقاي شفيري خوصة كيفو نقولها شكلي ومعدي بلكي ميرك يعني نجمة بي ولكن خلات كير ركابنا علينا تقورسية دا عملقا يهبون ام كرماجيد بيشن هبطي ما دلها يفقيرو وكا قد بيجي ياو أبدر نجي مسلمانا يا أفهم الله شاش بوها تفرد هاتيا فيد دوا بيركا كان عمري خمس المدين وكا عمري ديامتي انا والله كيف تريكي تورا وينا فكريبو كاتبه ودمي فقير يشخوك ودمي وعيدها وعشي وكا خلقي بلا سلام فكريبه قوشا المكان دسيخو عبيد اجلكن ترمبين عبيد ابو نسان مرشبو جلكبو عبيد سرسريخو تفردا ازقلكي بيشا ابدي ركها اگر بزاني باس حلاوي ما اسبيرا صاف دبم اسبيرا دمرم ما في ويريا جمالا خوي در كتبا ويسري لخمان ديبوا ولكن ماما الله وشيخا ما قال لك يتقسل عديد حطيوي وملتيوي ذكر جبرولهم جبرولهم فقير انما تشتكيش مزاني استشتكي جين مزاني حاجزة كتنا بينا ابو وينادا وقتي کو چال مذكي اوكي کو چال تشكي غريب بكي دنابا وجداني ويدا دنابا دلي ويدا او ايمان هيا ولكن مخابن مخدوري مكريا جبرولو شي رياوه هيكي دوري دين كت يا تدوها او شفيريها وقتي کو زاني با اسبري في ملتي ما واسبيلا درابو مدرونم وكا علم فيشن شبه خبر قوتن قو الدم والهدم والهدم
دفاع ما في من التخو بكم هاتنا من إيرو الجموع أسخوازم شوية بيجم جشناوة بيروز بي وهالصال وكا في وقتي إيرو وكا إيرو وانت خشية دبين وسركفتين وازادين وسرخبون وإيش في من التيرائي إيه خوازي بخوازي إيه نخوازي نخوازي وكا ياسر على فاطمة ركري أحب من أحب وكره من كره تشتاز خوازي مشوار والبسها لبن دين إسلامي دينك عالمية حق جميع الشعوب أتينا هيا نمعقولة جهل ملتين كرتين نبي روجا قول بي بحسن قود إسلامي دا جهي ونينا أجيب ورا بيغمبر عليه الصلاة والسلام غزوة بدريدة هنا كمال بلاكر دا مهاجرين يعني بسمان إخوة ندى أنصار أهل المدينة اشتغالي قراها قو بيغمبر مال دا أهل إخوان ندى غريبة باكرة سعد بن معاذ قو ما مقالة وصلتني من قومك اشتغاليك هاي ميحيا والسرمد اشتغلن قو هي كما وصلتك يا رسول الله او خبراك هايتا ولا ما قلتيها رابوك بخبر خوازي سعد بكي هبالي اخوان دا كرمت ملته ويلا بيشتغلي قو ما قولك انت ما تتبيجي سعد اب بخبر سعد تبيجي نا مخابرات بيجنا معشو بخبر دبيجي سعد دبي ملتي دا دبيجي مع عدالة ذكر يا التقسيم دا تدبيجي قو يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي أصفازم البزال بن ما أنا إلا رجل من قومي أزيك في ملتي هاما السبب درشناكم جشنا وبيروز بي هرصال والخوشية درمينن آزادي وسرخبون ويش في ملتي رأي بهنا خبرك سلاوي من هزار جاري لوي گورا بنور وشوق ببجنك هر طوان دي از بسر كيلي دچم معشوق جموماتي هري بيروز دفيخم آگر و فولقان همي روجا دكم نوروز دكم گووند و سر هلدان ستيراتا جت المعروف شفا طاري لمن قشكر كدو دادا سري هلدا خبات تفدا بمن خوشكر تسر هلدا دجي دجمن دجي كدخوار لفيواري تهر دشكا نياري من
تأو دركر بذي داري همي فدبو دفي قيدان دفي زندان بدستيتا ديوار تفتون ستون رابون لسروكي ولاطيتا لسركي لا تنامين أولو دردو بريني من دخوازم هر ببوسم از رو دستي تشيخي. وبركاته، ويسعدني أن ألتقي بكم في موضوع جديد عبر هذه الحلقة، وهو الإسلام والعلمانية. العلمانية أيها الإخوة مفهوم تعرض في العالم الإسلامي وخاصة العربي منه إلى تشويه وتحريف كبيرين، ولا تزال مختلف المدارس الإسلامية السياسية تعمل على تحريف هذا المفهوم بغية إبعاد الناس عنه، لأن الإسلاميين السياسيين يراهنون على أن يكون الإسلام مطية لهم، وأي شيء يجعل السياسة مشاعا لهم ولغيرهم سيكون مدعاة لمخاصمتهم وعداوتهم لهذه الفكرة. بداية هم يخاطبون المسلمين على أن العلمانية مفهوم غربي مستورد، ولأن كل شيء غربي ليس بالضرورة أن يكون سيئا. أقول لا تضر العلمانية أنها جاءت من عالم غربي، فالديمقراطية وتداول السلطات والتعددية وغيرها من المعاني رسختها حضارة العالم الغربي في هذا العصر، ونحن كمسلمين وإن كانت لنا سوابق ولنا أصول في مثل هذه القضايا، لكن هذا التطبيق العملي وهذا التقنين لمثل هذه المبادئ شيء جديد علينا، وديننا الإسلامي يحبذ أن نأخذ بها من باب الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها كان أولى بها. حتى الإسلاميون السياسيون بل حتى المتطرفون نجدهم يتعاطون مع أشياء غربية دون حرج. حتى الذين يمارسون التفجير ضد الغرب يستعملون التلفزيون ويستعملون الانترنت ويستعملون كل وسائل الحضارة الغربية. لما؟ يتشنجون من مفهوم العلمانية ويحاولون محاربتها وتشويهها من خلال تجارب عقيمة أو قزمة أراد بعض الناس أن تظهر للعالم الإسلامي من أجل تشويه هذا المبدأ، كما ظهرت تلك الصور في العلمانية التركية، حيث أراد الإسلاميون السياسيون دائما أن يلفتوا أنظار المسلمين إلى العلمانية التركية التي رسخها أتاتورك، والتي هي ليست فصل الدين عن الدولة وإنما معاداة الدولة للدين. لم يقل أحد في الغرب أن العلمانية هي معاداة الدولة للدين، إنما العلمانية هي فصل الدولة عن الدين، بمعنى أن يكون للدين مؤسساته الخاصة التي ترعى شؤون الدين وتسعى في تربية أتباعه وإيصال رسالة الدين إلى معتنقيه أو إلى من تريد أن تبشرهم برسالة الدين. أما الدولة فهو مجال رحب لكل من يمتلك قدرة في السياسة وإدارة المجتمع وفن قيادة الناس. ولعل عودة منا إلى التاريخ الإسلامي سنجد أن النظام في عهد الخلفاء الراشدين كان علمانيا، بمعنى فصل الدين عن الدولة. لقد كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاكما يتحرى مصلحة العباد. نعم، هم مسلمون وينطلقون من خلفية إسلامية، وليست العلمانية معاداة لقيمهم ومبادئهم
هم حتما سيتحركون وفق هذه المبادئ والقيم، لكنهم كانوا يفصلون بين الدين والسياسة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يتعامل مع اليهود ويتعامل مع النصارى في شؤون الدولة، وهكذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا عثمان، وهكذا علي، ومن سار على نهجهم. كانوا يتعاملون مع المواطنين على أساس كفاءتهم وليس على أساس ولائهم للدين. وهناك الكثير من الكتبة والوزراء والذين أبدعوا في خدمة الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة لم يكونوا مسلمين، وقد ظهر ذلك في الدولة الأموية بارزا، وبرز بشكل أكثر في الدولة العباسية. لقد حرص المسلمون دائما على أن يتعاملوا مع الناس على أساس كفاءاتهم وقدراتهم. نعم، قد يكون الرجل مسلما تقيا زاهدا صالحا ورعا، لكنه ربما لا يكون أهلا لقيادة المجتمعات. وقد سأل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يوليهم أمارات أو ولايات، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينأى بهم عن هذه المناصب، كأبي هريرة وأبي ذر وعمار وأمثالهم كثيرون. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجحفهم حقهم ولا ينزل من مكانتهم الدينية. إن قيادة المجتمعات وإدارة الدولة شيء، وكون الرجل مسلما تقيا هو شيء آخر. ولقد ضرب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أروع الأمثلة في هذا الميدان يوم أراد أن يولي رجلا على شؤون الدنيا، وهو يجسد قراراته انطلاقا من المبادئ التي تعلمها في مدرسة النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه. هذا الرجل العظيم الذي فصل بين الدين والسياسة يوم قال لهم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. عمر بن الخطاب هذا رضي الله عنه يوم أراد أن ينصب رجلا على ولاية سأل أحد الناس عنه: ماذا تعرف عن هذا الرجل؟ قال: إنه رجل خير، إنه رجل محسن، إنه رجل صالح. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل أنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل أنت تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه لأن السفر يظهر معادن الرجال؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يصلي ركيعات يطيل ركوعهن وسجودهن؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه المقولة وهذا القرار يريد أن يبين لنا أن أساس تعاملنا مع الناس وأساس توليتنا للرجال في مناصب الدولة وإدارة المجتمعات ليس هو ركيعات تصليهن في المسجد تطيل ركوعهن وسجودهن، إنها علاقة بينك وبين ربك نمدحك عليها ونحمدك عليها ونتمنى لك القبول بين يدي ربك. لكن أن تقود مجتمعا وأن تدير إدارة وأن تقود جيوشا تحتاج هذه القضية إلى مقومات أخرى. إن من يريد أن يدمج بين الدين والدولة إنما يريد أن يبني علاقة الناس على الولاء، وكثيرا ما فشلت العلاقة على أساس الولاء. في تاريخ الكرد أمثلة وقضايا أنا أريد أن أذكرها ليس طعنا في بعض العشائر، فكل هذه العشائر هي بني عمومتي، وأنا أفتخر بقرابتهم لي وبقرابتي لهم، لكن هذه حقيقة ولا بد أن نذكر أو نعود إلى تاريخنا حتى نستفيد منها الدروس والعبر. في تاريخ الكرد مسألة العتبانية والمحية قضية وقفت عندها كثيرا. يقول المثل أو تقول القصة إن رجلا كان راكبا دابته وقف إلى جانب قرية كردية في منطقة أومريان على نبعة ماء، كانت على النبعة امرأة طلب منها ماء، فقالت المرأة لها: هل أنت محمودك أم عتمانك؟ احتار الرجل، إنه يعلم أن الناس في مجتمعاتنا تبني علاقاتها على أساس الولاء وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق. إذا قال أنا عتمانك فربما المرأة محمودكية.
وإذا قال أنا محمودك فربما المرأة عتمنكية، فقال الأفضل أن أفصل بيني وبين حماري. قال يا هذه يا أختي أنا محمودك وحماري عتمانك. قال إذن إن حمارك سيشرب لأنه من قبيلتنا، لكن عذرا أنت محمودك أنت من خصومنا ولا تشرب. أيها الإخوة، إذا بنينا علاقاتنا مع الناس على أساس الولاء فإن الحمار سيشرب وسيبقى الرجل عطشانا. إذا بنينا أساس علاقاتنا مع الناس على أساس الدين، على أساس الولاء للآخرة، وعلى أساس الولاء للمبادئ التي نعتنقها ونؤمن بها، سيتولى إدارتي مسلم بسيط جاهل، وسأهمش رجلا يزيديا أو مسيحيا ربما يكون عبقريا في مجاله، رجل ربما تعلم غرب مجال الكمبيوتر أو الانترنت، لكنه رجل غير مسلم، إنه مواطن يعيش معي ويحرص على سلامة بلدي، وقد تعلم وبذل سنوات عمره من أجل أن يرفع من سوية شعبي. إذا تعاملت مع الناس على أساس الدين لا على أساس الكفاءة والقدرات، على أساس الولاء وليس على أساس الإمكانيات، وعلى أساس عدم الفصل بين الدين والدولة، إن هذا الرجل الذي هو عبقري في مجاله، ربما في طبه، ربما في هندسته، ربما في زراعته، إنني سأهمشه وسأدفع به جانبا، والمسلم البسيط الذي هو من أبناء ديني والذي هو يشهد معي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وربما تنقصه كفاءات الإدارة والقدرة على قيادة هذا الميدان الذي أوكل به، إنني سأختاره ليكون هذا الرجل قائدا، وبالتالي سيقود من معه إلى الهلاك والتلف والضياع. إنني بكل صراحة أريد أن أقول للناس وخاصة للمسلمين، يجب أن نعود لتاريخنا، إلى تاريخنا، حتى نرى أن إسلامنا قد وضع النقاط على الحروف، ولا بد أن نستنير بهذا التاريخ من أجل أن نستخلص منه العظات والعبر. إننا بحاجة إلى استنفاد كل الفرص، بحاجة إلى الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في مجتمعنا. إن الذين بنوا علاقاتهم مع الناس على أساس الولاء، أنا مثلا أعلم في إدارات كثيرة في دولنا التي عشناها كان مدير الدائرة أو مدير المدرسة لا يعين إلا إذا كان من الحزب الحاكم. تجده في المدرسة الواحدة 20 مدرس كلهم أكفأ من المدير وأكثر قدرة على إدارة هذه الأكاديمية، ربما فيها 1000 أو 1500 طالب، فيها أكثر من 500 مدرس. المسألة تحتاج إلى كفاءات وقدرة، لكن الذي يعين فقط هو الذي ولاؤه للحزب، هو الذي ينتمي إلى هذا الحزب الحاكم، بينما رجل الكفاءة يهمش. إنني من باب وضع النقاط على الحروف، ولأنني مسلم وأعلم أن الإسلام قد توجر به، وخاصة من قبل الأحزاب الإسلامية كثيرا، لأن السياسة إذا كانت مشاعا لكل الناس سوف لن نجد إلا فرصة تتناسب مع قدراتنا، وربما قدراتي لا تسمح لي أن أخذ موقعا معينا. لقد رأيت في الغرب مظاهر كثيرة لفتت نظري بين المسلمين. كنت في فترة سابقة في أوروبا، كانوا يسألونني عن اللحم الشرعي، اللحم الحلال. هذا اللحم الذي نأكله في أوروبا هل هو حلال أم حرام؟ كنت أقول لهم استغلوني واستغلوا هذا الوقت الذي أنا فيه قبل أن أشتري مجزرة، لأنني إذا عدت إلى أوروبا مرة قادمة واشتريت لي ملحمة ومجزرة سأكتب أيضا على باب متجري إن لحمي فقط هو الحلال. أيها الإخوة، إن الإسلام قد سمح لكم أن تتناولوا لحوم كل الناس في أوروبا. طعام الذين قال ربنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والناس في أوروبا إما يهود أو نصارى، فطعامهم حل لكم. لكن إذا كانت لي مجزرة محل قصابة محل لحم، وقلت لكم إن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أنتم 100 أسرة مثلا 100 أسرة كردية في بلجيكا، من أين تشترون لحومكم؟ أنا محلي ربما لا يكون من حصتي إلا أسرة أو أسرتان، لن أبيع في الأسبوع إلا 5 كيلو أو 10 كيلو. لكنني إذا قلت لكم إن لحمي هو الحلال ولحم غيري هو حرام ونجس،
إنني حينني سأضمن 100 أسرة لتكونوا من زبائني وأبيع اللحم إليكم وأنتم تشترون مني حصرا لأن لحمي شرعي ولحمي إسلام. وهكذا نحن كمسلمين ليست ضرورة أن أحرم السياسة على المسلمين. المسلم من حقه أن يقف في السياسة كغيره، من حقه أن يقود إدارة كغيره، من حقه أن يقود مجتمعه كغيره، لكن ليس من حقه أن يختم سلوكه وطروحاته واجتهاداته بخاتم الإسلام، لأنه إذا ختم سلوكه واجتهاداته وآراءه السياسية بخاتم الإسلام يعني ذلك إقصاء للآخرين. إنه حينئذ سيقول للناس إن هناك خير وشر، أنا من أتباع الخير وغيري من أتباع الشر، أنا من حزب الله والآخرون ليسوا من حزب الله. وليسمح لي إخوتي اليزيدية إذا قلت لهم إن الآخرين ربما يكونوا من حزب يقولون ميرك، يعني أنا لا أريد أن أذكر اسمه مراعاة لمشاعري، لكنهم بالتأكيد عرفوه. إنني حين أصنف نفسي على أنني من حزب الله، هذا يعني أن الآخرين هم من حزب أمريكان إيدي، بمعنى أنني ألغيت الآخرين، أقصيت الآخرين، كفرت الآخرين، فسقت الآخرين، بدعت الآخرين لأضمن أصوات الفئة المسلمة البسيطة. أنا وحدي أحكم بسم الله، كما كان الأباطرة أيام زمان، أيام الرومان وغيرهم كانوا يقولون نحن نحكم بسم الله. ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذا كنت أنا أدعي أنني أحكم بسم الله وهم كانوا يقولون نحن نحكم بسم الله، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نحكم بسم الله. نحن بشر نخطئ ونصيب، ولذلك حين كان يرسل رسوله إلى الناس كان يقول لهم إنهم أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا ترضى، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. وهذا ما نتعرض له في مشاكلنا، مثلا في قريتي أو في منطقتي تحصل مشكلة، تخطف امرأة، يقتل رجل، يأتون إلى الشيخ ويقول لنا يا شيخ احكم بالشرع، اليد التي تقطعها الشرع لا تدمي. والشيخ يسكت، لا يقول لهم يا ولدي أنا لا أحكم بالشرع، أنا رجل ربما أحكم بالخطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا بشر ولعل بعضكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضه على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. رسول الله يقول أنا أحكم بنفسي وبرأيي واجتهادي ولا أحكم بناء على أمر الله. لكن هذا الشيخ المسكين أو الملا المسكين لا يقول للناس أنا لا أحكم باسم الشرع، إنه إن قال يخشى أن تنزل مكانته، يجب أن يتجرأ ويطبق منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أنا لا أنزلكم على شريعة الله وأنا لا أنزلكم على حكم الله، فأنا لا أدري، أنا بشر، أنا لا أدري أصيب حكم الله أم لا، ولكنني أنا رجل سأجتهد وأبذل جهدي لأن أوصلكم إلى أقرب ما يكون إلى الشرع. هكذا أريد بالعلمانية. ليست العلمانية ما يريده الناس أن يغرسوه في أذهانكم بمعنى معاداة الدولة للدين. هناك الكثيرون أنا التقيت بهم قادة أوروبا مسيحيون يدخلون الكنيسة ويسمعون لموعظة القس ويتباركون بالكنيسة ولهم أيام كغيرهم يدخلونها بمعنى أنهم مؤمنون حسب ديانتهم، لكنه لا يأخذ دينه إلى البرلمان، لا يأخذ دينه إلى وزارة الخارجية، ويتعامل مع المواطنين جميعا على أساس أنهم مواطنون. ومع الأسف نحن كمسلمين نسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من جنب الدين عن المواطنة. يوم دخل المدينة المنورة وقع وثيقة المدينة، وهي الوثيقة التي يجب على المسلمين أن يفتخروا بها. نحن أول من فصل الدين عن الدولة، أول دولة أقيمت على وجه الأرض دولة دينية أقيمت على أساس غير ديني هي دولة المدينة المنورة. بناها رسول الله وهو رسول الإسلام وهو حامل رسالة الدين، بناها على أساس غير ديني يوم وقع اتفاقية المدينة بين الأوس والخزرج وهم مسلمون وبين يهود المدينة ومشركيها وبقية العرب ممن يلوذ بهم وهم كانوا مشركين، يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن محمدا ومن معه من الأوس والخزرج ويهود المدينة هم أمة دون من سواهم. إنني حين أدعو إلى العلمانية بمعنى
فصل الدين عن الدولة، أقصد منها إحياء وثيقة المدينة لنتعامل مع المواطنين كما هم، مسلمين، مسيحيين، يزيديون، بغض النظر عن عقائدهم، هم أحرار في عقائدهم، لا إكراه في ديننا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الناس سواسية كأسنان المشط، ونحن كدعاة، كمسلمون، كمربون، كملالي، كمشايخ، نحن وظيفتنا أن ندعوهم إلى رسالة الإسلام من خلال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس المطلوب أن يكون الملا أو الشيخ رئيس مخفر أو ضابط أمن أو رئيس دائرة أمن سياسي يقود الناس إلى المسجد بالسيف والإكراه. إن إلينا إيابهم، هكذا يقول الله، يسحب الصلاحيات من رجال الدين الإسلاميين. أصلا لا يوجد عندنا مبدأ أو فكرة أو مصطلح رجال دين. إن عندنا علماء أوعى من غيرهم، فقهاء أكثر معرفة بالشرع، وليس لهم سلطة على المسجد وليس لهم سلطة على المجتمع. إن إلينا إيابهم، هكذا يقول رب العزة جل جلاله. ليس لكم علاقة بعبادي، لا أطلب منكم أن تهدوهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنا أتكفل بمحاسبة عبادي، أما على الأرض في السماء يقول الله: أنا وعبادي سنتحاكم ونتحاسب، وأنا سأغفر لهم كل شيء، أو كل شيء قابل للمغفرة إلا الشرك. أما في الأرض فأنتم سواسية أمام القانون، وأنتم سواسية أمام الواجبات، وعليكم أن تبنوا بلدانكم وأوطانكم يدا بيد، بغض النظر عن إيمانكم، بغض النظر عن دياناتكم، بغض النظر عن تمسككم بهذه الأديان أو عدم التزامكم بهذه الأديان. أنتم في الدنيا يجب أن تعيشوا تحت مظلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: الخلق كلهم، ولم يقل المسلمون، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. تسجل أنت علامات ترتقي بها في الدنيا عند الله بمقدار ما توصل المنفعة إلى البشرية، بمقدار ما تخدم أنت بني آدم، بمقدار ما توصل رسالة إنسانية وتحق حقا وتبطل باطلا وتعين مظلوما وتغيث ملهوفا. وعلى هذا الأساس قيمت خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، المسلمون جميعا يعلمون أنه يوم جاء من غار حراء أول ما أنزل الله عليه اقرأ، جاء وهو تعب، وهو يقول: زملوني زملوني، دسروني دسروني، أصيب بالحمى، وهو يخشى الهلاك. لكن خديجة كانت تطمئنه وتقول: لن يخزيك الله ولن يضرك الله. لما لا يخزيه الله؟ كانت تستشهد خديجة بهذا، تقول: إنك تغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر. إذن قيمت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس خدماته، على أساس علاقته ببني البشر، على أساس علاقته بعباد الله. أنت رجل تحرص على كرامة الإنسان، حقوق الإنسان، إحقاق الحق، إغاثة الملهوف، إعانة المظلوم، لن يخزيك الله. وهكذا كان، لم يخزيه الله، وصار نبي هذه الأمة الذي وصلت رسالته إلى أصقاع الدنيا. لكننا مع الأسف اليوم نحن بسلوكياتنا، بأخطائنا، بمتاجرتنا بمبادئه، نحن نقزم دعوته، نحن نضيق الخناق على إسلامه. يجب أن نعود خطوات إلى الوراء، إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهج خلفائه الراشدين، ومنهج صحابته، لنفصل بين حقائق الإسلام المقدسة وبين اجتهادات الرجال وبين ممارسات الرجال. إن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن فصلت بين ما يدعونه بالنص المقدس الذي هو الإنجيل لديهم أو التوراة، وبين ممارسات الكنيسة. ممارسات الكنيسة كانت مملوءة بتصرفات خاطئة وسلبية أعاقت مسيرة أوروبا، ولذلك اضطر الأوروبيون أن يهمشوا مسيرة الرجال ويبعدوا اجتهادات الرجال، لأنها جهود بشرية وتجارب قابلة لأن تكون صحيحة وقابلة لأن تكون خاطئة.
نحن اليوم يجب أن نطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها كان أولى بها. يجب أن نفصل بين نصوصنا المقدسة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وبين ممارسات الرجال واجتهادات آبائنا وتراث أجدادنا. نعود إلى هذا التراث نأخذ منه الجذوة ونترك الرماد. ليس ذلك طعنا في أجدادنا، إن الرماد الذي يوجد في موقد أجدادنا يوما ما كان جمرة، لكن اليوم أصبح رمادا. يجب أن نوقد جمرات على جمرات أجدادنا، لنوقد شعلة تضيء الدرب أمام هذا الجيل الذي يراهن علينا، لنضيء الدرب أمامه بعلم ونور، نبني المستقبل معا من أجل أن تنهض أممنا التي أصبحت متأخرة، وبيننا وبين الأمم المتقدمة بون شاسع. يجب أن نستنهض كل الطاقات من أجل أن نضعها، الملتزمة دينيا وغير الملتزمة دينيا، يجب أن نستنهضها ونجعلها في خندق واحد يدا بيد من أجل أن نبني هذا البلد وهذا الوطن وهذه الأمة، ونلحق بركب الأمم المتحضرة. كفانا متاجرة بالمبادئ والقيم، وكفانا عبثا بها، وكفانا عودة إلى عهود الظلام التي سادت أيام الدولة العثمانية، بل حتى في أيام الدولة العباسية والأموية لم تكن هي خيرة بشكل كامل، ولم تكن نيرة بشكل كامل. إن مسيرة أجدادنا فيها الخير وفيها الشر، يجب أن نعود إليها، نبحث عن الخير فنطورها ونستثمرها، ونتجنب عن الشر، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى حين قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله تعالى: أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن هناك أشياء أخرى لن نتقبلها منهم، لكن أحسن ما عملوا نتقبلها منهم، يتقبلها الله منهم، ونحن كأجيال جديدة جاءت من بعدهم نحن أيضا نتقبلها ونطورها من أجل خدمة المجتمع. إن العلمانية التي أقولها يجب أن يحملها المسلمون، لأن العلمانية إذا حملها غير المسلمين فلن تكون إلا علمانية أتاتورك، بمعنى معاداة للدين. لكن إذا المسلمون هم من تلقاء أنفسهم قالوا إن نصنا المقدس يجب أن يكون فوق الملاحظات، ولن نسمح لأحد أن يتاجر بهذه النصوص، إن الإسلام هو ملك الجميع، الأحزاب التي تعمل كيسار، والأحزاب التي تعمل كيمين، والأحزاب التي تعمل كحياد، وهكذا كل وشتى الإيديولوجيات، إنها كلها من هذا الأرض، إنهم جميعا مسلمون. لا يمكن لجماعة معينة قد يكونوا 1000 أو 10,000 أو 100,000 يأتوا ويقول نحن مسلمون، نحن حملة كتاب الله، نحن الذين سنعيد عهد الخلافة الراشدة، أما هذه الأحزاب الأخرى فهي خارجة عن دائرة الدين. إننا بهذا نقصي الغالبية العظمى من المجتمع. نحن كمسلمين يجب أن نقول لهم افصلوا مؤسساتنا الدينية. إن المؤسسات الدينية في البلاد الإسلامية اليوم تعاني من قهر الدولة، ولن تستطيع المؤسسات الدينية لا في المسجد ولا في المدرسة أن تبدع وأن تخدم الإسلام وتجتهد إلا إذا فصلت نفسها عن الدولة. الكنيسة اليوم تتحرك بكل حرية، والسياسيون أيضا يتحركون بكل حرية. نحن اليوم بحاجة أن نفصل المسجد عن مؤسسات الدولة ليتحرك المسجد بكل حرية، وأنا واثق أن المسجد إذا كان حرا في خطابه، في منبره، في دعوته، في ظرف سنوات قليلة سأغير المجتمع رأسا على عقب، ليس بالسيف وليس بالسيارات المفخخة، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنبعث من القيم والمبادئ وتنبعث من مكارم الأخلاق. إن المجتمع في أرضيته مسلم، وحين يسمع رجلا مسلما شيخا عالما يتكلم بكل حرية في قيمه ومبادئه فلن يسعه لا اليمين ولا اليسار ولا الحياد، لن يسعه إلا أن يطأطئ الرأس احتراما لقيم الإسلام ومبادئ الإسلام. آمل في لقاءات أخرى أن نضيء هذا الموضوع بشكل أكثر وبشكل أدق. أرجو الله أن ألقاكم وأنتم بخير
وتوفيق وسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ای شیخم شیخ شهیدان دبستان او میدا کردان آل علامت چو بهدان آشتی ریزان نبر خدان لباسم پیس لباس پیس پشت معشوق ای شیخ منی شیخ معشوق لقندي المعروف شيخ معشوقي خزنوي هاتا دنياي لفي قندي زاروك تيا خودر باسكر
مالباتا خزنەوی خودی دیرۆکەکە ئۆلینە لەسەر دەستێوان گەلک کەس فێری ڕێبازن سۆفەگەریان نەخشەبەندی بوون لێ شێخ معشوق دووارەکی دنداژی پسپۆر بوو وارەکی کو کوردن ڕۆژئاوای کوردستانی تینیە وێ بوون لەگەل مامۆستای شێخ معشوق ئەس دەچمە ماڵاوی جهەیەک و زانای کورد لێ فێر بوو و مەزن بوو ماڵ و ملک و مەرقەدن مالباتێ 2014دا لەسەر دەستێ داعش هاتنە شەوتاندن کەس ji malbatê li gund nemaye. Mamoste di nav vê wêraniyê de ji min re behsa zîrekî û cudahiya Şêx Maşûq dike. 40 صاري تقريبا من درس داز 70 حتى ب 2010 يعني 40 صار زمان يعني تقريبا از بهرام كس وكوينا جير بو قالك جير بو مرا دربا قالك مش طلابي جيري قالك جير بو مرا دربا سو شيخ معشوق انسان كيقولوا احترام تا انسانش خو مصر وذاك خاصه يا معلمي بانا يا جيلي ما او طبقه ما يا معلم في هذا كيف يجير هذا وقيمتي معلمتي دايده يعني ان الحقوق ايها الاخوه لا يتصدق بها احد انما الحقوق تؤخذ بالقوه لن نسمح بعد اليوم ان تنسوا شهداءكم شێخ معشوق باوەرنامەیە دکتۆرات زانستە ئۆلیدا وەرگرت بوو وی ئۆلا ئیسلامێ ژێدەرا ڕزگاری و ئازادیە گەلن بندەست دەدیت لەوما ئۆلاخوا پارێزەری مافەی گەلێ خۆ دەدیت پشتی سەرهێلدانا ڕۆژئاوای کوردستانی د 2004دا شێخ معشوق وەکە ڤولکانێکی فوریە و ئیدی دژواری ئێریشی دەستهێلاتێ دەکرد گوتنین حەری دژوار هەلدەبژارتن و د دەمەکە کوردە بۆستێرکەکە گەشت ئەزمانی ڕۆژئاوای کوردستانی و مینا بەلەندەیەکی عاشقی ڕزگاریێ بفرێکەت سەرهێلدانە کوردستانە سووریا 2004 ئەوی وەختی هات خدا خویاکردن گو ئەو بێ دودلی لە ئالێ گەلێ خوا و کول و دەردەویت سەکنێ فەشبەولۆ پیرەکاژی و کەسێ کۆلانە تەفدە پشتگیریاوی کردن بڤێ هێزا خورد کەتە ناو کەسێک و کار دەکردن ji بۆی بەرخوەدانێ ji بۆی مافێ مڵەتێ کورد کوردستانە سووریدا ئەگەر تو بپرسێ چمایر و ئەسکارم و لە بێژم جبرگو بري خودية من أبون بري از أسير فرعكي مخابرات أبون كاري و 20 سالة من زندان دبيلي خودانێک کاریزمەیەکە تایبەت بوو بزمانێکی زەلال و نێزیکی ئێش و دەردی خەلکێ گۆتار دەدان یەن لە مێژ دکردن و نونەتگرن لە مزگەفتێ کۆم دەبوون داکولێ گوهداری بکەن لەوێ مزگەفتا بێناو و نیشان حەزکردنا نەتەوی د دلێ کوردن ڕۆژئاوای کوردستانێدا گەشتکرد دەنگ و هاوارن شێخێ ئازادیێ ترس دەخستە دلێ نەیارێن کورداندا کەسایەتیەکە وها بباندۆر مەترسی لە با دەستهێلاتێ چێ دەکرد لەوما هاتە تیرۆرکردن پشتی کۆهێویین کوردان لە ڕۆژئاوای کوردستانێ گولڤەدا بوون يمكن هودي سامرشد مرشالي وعطوا بعضهم قشطة جمراتي قلكي قلكي كتنها وجاني وزحمة كيد دسوهیەکی مەها پێنجاندا ساڵا 2005 حکوومەتە سووریە خەبەردا مالباتە شێخ معشوق گووانتەرمێ شێخ لە نێزیکی بیابانە دێرا زۆرێ دیتیە وێ دەمێ حکوومەتێ گوت و باندێک بڤی کاری ڕابوویە دیەکێ مەها شەشان ساڵا 2005دا بە ئامادەبوونە بێتر ji 500,000 کەسی شێخ معشوق لە گۆرستانە قودوربەک لە باژارێ قامشلۆ بە ئاخەسار هاتە سپارتن لێ ڤەدەنگا پەیڤ و گوتنێن ویên ئاگرین هێژی دگوه و dilê xelkê de germ û gurin nexasim dema digot mav ne bi xêr û sedeqeyan e lê bi hêz û zorê têne standin cihê xwe ne tenê di dilê oldar
سیاست مدار و روشن بیران دا چیکر بو جهکیویه تایبت ددل پرانیا کردن روش آوای کردستان ده هبو 15 سال دسر اوغر کرن و شهید کرن آوی دا در باست بن حتی نهاجی دیروکا روش آوای کردستان کسایتیه که وکویاوی دوباره نکریه رنگین شر رو داو قامشلو ای شیخ من شیخ شهیدان دکی جان رو بلیده تبینی بسینم کی جان دستانان تو دا آفرینه بدی رو که جوانیا خون خدا حلوشین بهم بران جبه نخواه بلا جیانا کچ بریاده متی رنگ بکه متی راستی بکه متیر میرانیات وازده ابداری بکه دا آسمان پاکروان هبونامه شیخ من إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد إنما الحقوق تؤخذ بالقوة 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 وقابا في جزيرة بلبلي شخبنا بول في دمي أي فلك وقابا في وضعتي بلبلي شخبنا بول في دمي أي فلك أسفي كوشبة تشبي خاكبري أسفي كوشبة تشبي خاكبري ستيرا ورجمدنا أي فلك ستيرا ورجمدنا أي فلك مرحبا شيخي أقنضر شهيد تجنوادي يسلك شاض بلد تجنوادي يسلك شاض بلد بحاجة إلى أن يحتفل بالموت فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة 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 فلك كل لك آزاري ليش بترشكي أي فلك أي فلك كل لك آزاري ليش بترشكي أي فلك معشوقي طالك جوان بوكشكي معشوقي طالك جوان بوكشكي بعدdan çelxat evin dar fener بعدdan çelxat evin dar fener
معشوقي خزنوي أزدل غالفة معشوقي خزنوي أزدل غالفة شغ معشوقي خزنوي أزدل غالفة شغ معشوقي خزنوي الله الله شهيد معشوق شهيد أمت ذابنا شاقرت مهيد أنو برشقان قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد أنو برشقان قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيد أي شهيد كر معشوق ودار دخوين ساكر دست فولدار
شهيد شهيد أيها الشهيد أنت بابنا شادت وبريد أنك الشفاء قال شيخ سعيد قاضي محمد برزاني عقيد شكلو تدا بشيام لباشر تقار بيروز بدولة شكلو تدا بشيام لباشر تقار بيروز بدولة لسر زمانا عطي أقولان عاشقي ولا ناوي كردستان لسر زمانا شهيد أنت بابنا شادت وبريد أنك الشفاء قال شيخ سعيد قاضي محمد برزاني عقيد شهيد أنت بابنا شاقت وبريد أنك الشفاء قال شيخ سعيد